الجزائر غواتيمالا. شوف نعطيها لك من الاخر، انا في هذه لا فيديو راح ننتقد. اذا ما راكش حاب تسمع الانتقادات دير سكيب للفيديو، ما تجيش تعيني في لي كومونتير. هذه الاتحاديه وهذا المدرب اغرب ثنائي شفتهم في حياتي. بالنسبه للاتحاديه الله يغفر للذاكر اللي خير باش نلعبوا مع هذا المنتخب المجهري لابجديات كره القدم ما عندوش. بالنسبه لي لو كان لعبنا مع متذيل جدول البطوله المنحرفه لو كان رانا استفدنا اكثر من هذا الماتش. والطرف الثاني هو هذا العبقري فلاديمير بيتكوفيتش اللي ختم قوانين المنطق والفيزياء وتربى على عرش الكهوليه في التاريخ. بنادم كهل بأتم معنى الكلمه. ماتش كونتر منتخب لا حول له ولا قوه يدخل فيه بمحرز وزروقي وعوار وعموره، وحط اشرف عباده ظهير ايمن في وجود لاعب كيما دورفال في الدكه، ومالغري عباده حياته كامل يلعب قلب الدفاع. ما رانيش نقول لهنا بلي عباده ما يستاهلش يلعب تيتولار، بصح على الاقل تخلي بن سبعيني اريير غوش ولا تخلي ايت نوري، يعني واحد فيهم. وفوق هذا مخلي اللاعبين جدد كامل في الدكه في دقيقه 65 باش يبدا يدير في لي شونجمون. وفوق هذا كامل فرحان كي دار هذه الريزولطا. واغرب واغبى تبرير تقدر تسمعوا لبيتكوفيتش علاش ما دخلش لي جوار جدد، قال لك باش ما يحطهمش في الضغط. فهمني يرحم بابك، واش من الضغط في ماتش مع مصنف 94 عالميا ومسكين غير تروح تحطني انا تيتولار في ماتش كيما هذا نلعب لك بلا ضغط. المهم خوتي نقول لكم حاجه وشفوا باللي عبدو بولفيو قالها، هذا المدرب راه مدينا للهاويه. والسلام عليكم.